بسم الله الرحمن الرحيم. غزو إبراهيم من مواليد مدينة الدار البيضاء، ضحية أحداث انتفاضة ديال 81 بالدار البيضاء. كنت ديك الساعة باقي طالب تنقرا، المستوى الثقافي ديالي الرابعة ثانوي. تعلن على الإضراب العام نهار 18 في شهر 6 81. دار الإضراب في لوفان نهار 20 في شهر 6 81. خرجنا للشارع كجميع الناس تنعبروا على ذاك الغلاء المعيشي، فإذا بي أصاب بالرصاص في الرجلين ديالي وفي الكتف ديالي، ودفعت الملف ديالي من 2005 لهيئة الإنصاف والمصالحة. مني كانت باقا ما دفعتش التقرير الختامي ديالها المالي، ديك الساعة دفعت الملف ديالي، ولحد الآن لحد الساعة من 2008 وانا كنجي كنعتصم هنا الى يومنا هذا الى 2013. كل عام كنجي كنعتصم قدام المجلس من شهر 4 حتى شهر 9 حتى الدخول المدرسي، وبالابناء ديالي تا هما تيعتصموا معايا هنايا في المجلس. ودخلنا تحاورنا مع الصبار. اش كيقولنا الملفات ديالكم ماشي عندي انا، عند الملك هو اللي غادي يشوف هاد الملفات هذا. والحاله ديالنا راه بحال المصاب بالرصاص مقدد، الطبيب عاطيني 75%. انا دابا ما صبحش هاد الجسم عادي، انا لوحه قد تعبر عن الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان بالمغرب. لا يعقل ان واحد مصاب بالرصاص في الرجلين ديالو بجوج وفي الكتف ديالو وما يدار معاه حتى شي حل، ما نصفونا ما حتى شي حاجه، لا تعويض لا جبر الضرر لا ادماج لا حتى شي حاجه. وكنطالبوا من الناس المسؤولين الحقوقيون باش ينظروا في هذه الملفات المصنفه خارج الاجال، حيت خارج الاجال هاد الشيء ديال حقوق الانسان ما فيش تقادم، ضحيه تيبقى ضحيه. واش فهمتي ولا لا؟ هادشي اللي غادي نقولوا، والسلام عليكم.